مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد من أمام ديوان عام محافظة السويس. يسعدني على الهواء مباشر أن ينضم إلينا رجل الأعمال الأستاذ عصام. مرحب بيك. أستاذ عصام أبو الدهب، احنا طبعا عملنا انترفيو مع حضرتك أثناء زيارة رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء، طبعا بحضور السيد محافظ السويس والسادة القيادة السيادية بالمحافظة. كلمني إيه اللي تم النهارده؟ هو طبعا زي ما حضرتك اشرت، تفقد السيد رئيس وزراء مشروعات قوميه لمحافظه السويس. كما عودتنا الدوله ان هي على جميع ربوع مصر بتتحرك وبتتابع المشروعات القوميه اللي بتتم تيسيرا على المواطنين ورفع مستوى معيشه المواطن، وفي نفس الوقت المتابعه. يعني السيد رئيس الوزراء كان موجود مثلا من فتره، فجاي بيشوف ايه اللي تم في المحافظه من ساعه ما كان موجود. زي ما حضرتك كنت شايف والساده المشاهدين شايفين المشروعات اللي بتفتتح في جميع القطاعات. يعني لو اتكلمنا على قطاع الصحه، كان موجود المجمع الطبي اللي هيخدم اهالي السويس عشان يخش في المنظومه بتاعه التامين الصحي اللي اشار ليها او ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية. لو احنا اتكلمنا في الشباب والرياضة، في مراكز شباب تم افتتاحها زي ما حضرتك والسادة المشاهدين شافت في منطقة إسكان أكتوبر وإسكان مبارك والجناين ويعني والتوفيقية. كل دي اللوكس بالغريب. كل المشاريع ديت كانت على مدار السنة ليل نهار. السيد بمتابعة السيد محافظ السويس لواء أركان حرب عبد المجيد صقر. لو احنا اتكلمنا على الطرق، لأن طبعا السويس موقعها الاستراتيجي، وهي طبعا حاليا المنفذ إحدى المنافذ المهمة لنقل البضائع من ميناء السخنة والأدبية والسويس والمنطقة اللوجستية. طبعا كم الطرق اللي اتعمل والمحاور عشان يسهل عملية نقل البضائع دي برضو مشروعات السيد رئيس الوزراء كان بيتفقدها. كمان مجمع المحاكم، المحكمة مجمع محاكم السويس وهيئة قضايا الدولة ديوان عام محافظ السويس الجديد. كل ده طبعا ضمن الخطة اللي كانت موضوعة بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. نعم. ومتابعة السيد رئيس الوزراء وقائم عليها جميع المحافظين. طبعا الكلام ده احنا مش بنتكلم في محافظة السويس بس، وكان موجود اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. طبعا وزير التنمية المحلية لمتابعة ما بيتم على الأرض. ده مش في محافظة السويس بس، طبعا في كل المحافظات تقريبا كل يوم في محافظة فيها مشروعات عملاقة بتتم. الناس اللي بتتكلم وبتقول احنا بنشتغل في طرق وفي كباري، لا، احنا الدولة شغالة على كل المحاور، إن كان محور صحة، إن كان قطاع صحة، إن كان قطاع تعليم، في مدارس بتفتتح برضو، طرق، رصف، إنارة، جناين. جميع القطاعات شغالة بالتوازي والاهتمام بالمحافظات. يعني كان الأول الكلام دايما بيبقى المحافظات الرئيسية زي القاهرة واسكندرية، لا، النهاردة جميع محافظات جمهورية مصر العربية متواجد عليها مشروعات عملاقة بمليارات لرفع شأن المواطن ورفع شأن الاقتصاد. لأن النهارده أنا لما بفتح له محاور وطرق وبسهل عملية نقل البضائع والمواني وأرصفة زيادة في المواني، الكلام ده طبعا كله بيبقى في عائد إن شاء الله بإذن الله هيحس بيه المواطن قريب بإذن الله. أشكرك ونورت السويس، وإن شاء الله اللي جاي أفضل وأحسن، وهنكون معاك إن شاء الله في لقاءات. شكرا جزيلا ليك ولقناة الحدث، متشكر جدا. شكرا.